احنا ما عندنا كتاب معتبر، مو مثل غيرنا من المذاهب، مو انا ما اقدر اسولف، مو مثل غيرنا من المذاهب الاسلاميه. المذاهب الاسلاميه عندهم قرآن وعندهم صحاح 6 زين يمشون عليهن. لأن الصحاح مثل القرآن ما يصير أنت تقول بيهن تحريف أو ما يصير تقول بيهن غلط. احنا ما عندنا غير بس القرآن، الباقي كافي مدري شنو لا يحضره الفقيه بحار مدري ياهي انت هاي جايب لي دستة وسائل الشيعة مدري ياهي كلها. انا مو انا، هو علماء المذهب الشيعي يقولون ذني عمي مو صحيحات كلهن، بيهن الزين وبيهن المزين وبيهن اللي تعبرا من جوه لاسباب واغراض وبيهن امور. ما انت عندك يقين في قضيه تجي تشكك فيها، لان هذه موضه جديده ابشركم فيها، هاي من علامات اخر الزمان ايضا. الان هذه موضه طالعه جديده، اي حديث تقرأه يقولوا لك هذا ضعيف الحديث. شلون؟ الحين اهل البيت سلام الله عليهم وضعوا القرآن ميزانا للحديث، ويجون للكافي والكتب الاربعه يقولون الكافي ايضا احاديث الكافي ضعيفه. وانا اتحدى واحد يجيب لي حديث في الكافي ضعيف. اذا تقرؤون مرآة العقول للعلامة المجلسي لما يشرح سياسية وبيهن امور طائفية، فمو كله صحيح، مو كله اللي قام يعني الموجود كله صحيح، ما نقطع بشيء صحيح. يعني مثلا بالكافي، الكافي من يجي يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام او واحد من المعصومين انه النبي فد يوم راكب حماره ليعفور، قال له هنيئا لك يعفور، قال سمعت ابي يحدث عن جدي عن جدي الاعلى اللي ويا نوح بالسفينه انه مسح على ظهر جدي نوح، مسح على ظهر جد هذا يعفور زين هناك، وقال له هنيئا لك سيولد من صلبك حمار يركبه سيد انبياء الخلق. مدري شرفك اثبت نبوة محمد بمطي؟ لما يشرح الكافي ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا سند كذا وهذا سند كذا، يريد ان يثير العقول حول هذه الاحاديث، والا ما في حديث ضعيف في الكافي ابدا. كافي معروض على كتاب الله، على القرآن الكريم. انت فكر الان منا الى 10 سنين، صدقني انا مستعد اني اعطي جائزة لمن يأتيني بحديث من الكافي يقول هذا. ما يصير، ما يصير. يعني هسه هو من يقول لي وهذا كافيكم، لا عمي هذا مو كافينا، هذا حديث مزور ما ترهم عقلائيا. ما هذا الكتاب الكافي من اجل البخاري والقى البخاري يروي لي رزية الخميس ب6 صيغ انه محمد يهجر، فاني اشك بالاسلام كله. هسه ظل مشكلة الكافي خوش ادمي ثبت لنا النبوة بحمار، بس انت نفيت لي النبوة، انت بالكافي بالبخاري نفيت لي النبوة، لانه انت قاعد ثبته وتقول البخاري من قال فيه شك فزوجته طالق، فانت وحدة من عندهم. لو محمد يهجر يعني مخرف يهذي، اذا ثبتت لي محمد ضعيف، ممكن عقل القارئ ضعيف ما يفهمه، ممكن يجي يقرأ حديث يقول عجيب هذا عفير او يعفور حمار النبي، يصير يضحك يستهزئ فيه، يقول هذا في الكافي يقول انه يحكي مع رسول الله ويقول له انا جدي كان في سفينة نوح، ويضحك على الحديث، يقول هذا حديث واحد يقبله؟ ليش ما تقبله؟ النملة ما كانت تتكلم سليمان؟ ولو ثانيتين بعمره الشريف 63 سنة، ثانيتين اذا ثبت، مو ثانيتين جزء الثانية، اذا محمد يهجر انا اطلع من دين الاسلام اذا ثبتت لي. ليش؟ لانه ايش مدري لمحمد اذا يسهو واذا يهجر واذا ركبه الجن واذا ينكح زوجاته وهن في الحيض والنسوان يتمرقصن بالمسجد وهو يتمضحك، او تقعد الواد النسوان بحضنه وهو مرتاح لها للسالفه. اذا انه انا هذا الاسلام مالتكم ما احترم لا هو ولا نبيه.
لا تخلينا نفتح مواضيع. انت تجي تقول لي مهدي، عوف المهدي، مو انت فلشت لي الاساس، انت فلشت لي محمد صاحب الرسالة فلشته زين، وتيجي النوبة ترد علي. خلي الطبق مستور، وانت تضحك عليه من تضحك على الجهال، وحاطي لك 4 5 سوالف عليهم زين. كل واحد اغبى علماء الشيعة، اغبى علمائها واغبى طلبتها يخردك ويحطك بذاك الصوب. بس احنا شو نسوي بهاي المرتدية زي الدين؟ هاي ماكو، هاي الجهال اللقامة، هاي اللقامة احنا كتلتنا، وهلا مذهب مرتب ومحترم وعلمي على كل. سليمان ولا لأنه هذا حمار صرت تضحك عليه؟ صح ولا مو صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ما يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ يقول ولا ما يقول؟ يعني ممكن في ظهور الإمام صاحب الأمر تطلع نملة تكلم الإمام تقول له أنا من نسل النملة التي كلمت سليمان. يصير هذا ولا ما يصير؟ الهدهد ما اجى الهدهد وكلم سليمان؟